مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم جيتكم بوصفة سهلة وخفيفة. وصفة تجي غراتان بالبطاطا والدجاج، تجي هايلة وسهلة. ما نبدلو شوية في الأطباق تاوعنا، نعرفو كامل في رمضان نديرو بزاف المراقي، نديرو هكا كل واحد واش يحب يدير. الوصفة هذه راح تعجبكم. انا هنايا قليت حليبات تاع بطاطا كيما هكا، قطعتهم هكا اوندي، اقليتهم وخليتهم كيما راكم تشوفوا في البلا اللي راح نخدم به. وعندي كميه مصدر تاع الدجاج ثاني راني قطعتها مع نص حبه صغيره تاع بصل. هنايا بالنسبه للمكونات عندي البطاطا اللي راني مقطعتها، عندي حبه بيض، وعندي هنايا الكريمه السائله تاع الطبخ. انا نستعمل هذه، نسحق منها كاس. هنا تسحقوا على حسب الكميه اللي راح ديروها. انا راح ندير معكم كاس. وعندي هنا صدر تاع الدجاج، عندي نص حبه بصل صغيره، راني نقلي فيها مليح مع هذاك الدجاج. نزيد لها الملح، فلفل كحل، عكري، عندي شويه تاع زعتره، وحبيت نزيد لها شويه تاع لي زيبيس تاع الدجاج يعطوها نكهه هايله. هذا واش نقليهم مليح ونخليها على جانب. انا هنايا درت الحبه تاع البيض مع هذاك الكاس تاع الكريمه السائله تاعي تاع الطبخ. درت كاس، زدت لها شويه تاع معدنوس وقرصه صغيره تاع ملح. كيما راكم تشوفوا الدجاج تاعي راهو جد مليح، قليته مليح ووجدته. الكريمه ثاني هنا لاصوص اللي راح نديروها، تقدروا تزيدوا لها الفرماج، انا زدت لها شويه فرماج رابي باش تجي بنينه. والحبه تاع البيض هذيك تخليها تعطيها اللون بزاف شباب. كيما راكم تشوفوا انا خلطت هذيك الكريمه مع الدجاج اللي راني قليته كيما هكا. هذه غراتان صدقوني تجي ولا اروع، ما تشبعوش كامل منها. هنا نخلطهم مليح ونفرغهم فوق هذيك البطاطا كيما هكا، نفرغهم. نزيد لهم من الفوق ندير لها فرماج رابي باش يعطينا، باش تجي شابه وتجي الشكل تاعها شباب وتجي بنينه كيما راكم تشوفوا. هذه الكغاتان تاعي سهله ما فيهاش صوالع زعما بزاف، وتجي ما شاء الله بنينه. هنا تقدروا تعوضوا كريمه الطبخ بكاس حليب ولا ياغورت طبيعي. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها.